النهارده هنعمل وجبة متكاملة بصدرين من الدجاج، بس قطعتهم مكعبات كبيرة زي ما انتم شايفين. معايا بابريكا وملح وفلفل اسود وحبهان وبهار وثلاث معالق من زيت الزيتون. قلبت الفراخ كويس جدا فيهم، تبلتهم كويس. جبت طاسة على النار فيها معلقة من الزبدة، نزلت عليها بالفراخ وابتديت اشوحها لغاية ما تاخد لون معايا كده. نبدأ نصفيها من السمنة ونعينها كده. وبعدين جبت بصلاية مقطعة جوليان، نزلت بيها برضو في قلب الطاسة في نفس الصوص كده، وهقلبها واشوحها شوية كده. وبعدين نزلت عليها بثلاث بطاطسيات مقطعاهم مكعبات كبيرة كده، وهشوحهم برضو. وهنزل عليهم معلقتين من صلصة طماطم، وهنزل عليهم بالفراخ واقلبهم لغايه ما تشوحوا كلهم مع بعض. وبعدين هنزل عليهم بميه مغليه، مش هغمرهم خالص، وهغطيهم واسيبهم لغايه ما يستووا معايا. وبعد كده نقدمهم مع رز بشعريه او رز ابيض، اي حاجه انت حباها. واحلى وجبه متكامله ممكن تاكليها. الفراخ مستويه جدا، وكمان البطاطس دايبه دوب وبألف هنا.